أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج شخصية مؤثرة. زي النهاردة 22 أغسطس ذكرى وفاة الفنان كمال الشناوي. كمال اتولد في مدينة ملكال في السودان لما كانت جزء من مصر واسمها المملكة المصرية. بعدها عاش مع والده في مدينة المنصورة. مواهبه الفنية ظهرت من الطفولة لما قدم أول أدواره وهو لسه طالب في ابتدائي من خلال فرقة المنصورة المسرحية، وكمان كان بيعشق الفن التشكيلي والتصوير والغنى. أول تجاربه الحقيقية كانت خلال دور البطولة في مسرحية جامعية بعد ما اختاروا زكي طليمات اللي عجبه أداؤه وطلب منه الاستمرار في التمثيل. اتخرج من كلية التربية الفنية واشتغل مدرس رسم، وبعدها دخل معهد الموسيقى العربية. سنة 48 كانت أول أفلامه غني حرب من إخراج نيازي مصطفى، وبعده عمل فيلمين حمامة السلام وعدالة السماء، وشاركته الفنانة شادية البطولة، وشكل الاتنين دويتو فني عجب الناس، وعملوا مع بعض 32 فيلم اتنوعت فيه أدواره بين الطيب والدنجوان والشرير. يا سي نبيل، ايه الجدع المشخصات اللي اسمه سكر الحليوي؟ أعوذ بالله، عايز ايه؟ واقف على باب الشقه ومصمم انه يقابل سيادتك. قدم كمال الشناوي أكتر من 270 فيلم و20 مسلسل. ومن المواقف الطريفة ومع بداية شهرة كمال الشناوي كان في نجوم على الساحة الفنية زي أنور وجدي. وفي حوار مع كمال الشناوي سأله الصحفي وكان قصده يوقع بينهم، تقول إيه للفنان أنور وجدي اللي قال عنك إن موهبتك مش كبيرة؟ رد كمال بانفعال قبل ما يتكلم عن غيره يا ريت يبص لنفسه، وإنه إزاي رغم سنه وكرشه الكبير لسه مصمم يعمل دور شاب. ووصل الكلام لأنور وجدي وطلب مقابلة كمال الشناوي، وأول لما شافه قال له إن ما قالش أي كلام مسيء عنه زي ما الصحفي قال له. وبعدها رفع القميص وقال لكمال إن الكرش في بطنه بسبب مرض في معدته مش من الأكل الكتير. كمال اتأثر جدا وطلب من أنور يسامحه واعتذر له في جميع الجرايد، ولحد النهاية أصبحوا أصدقاء مقربين. حصل الفنان كمال الشناوي خلال مشواره على مجموعة كبيرة من الجوائز والأوسمة، زي جائزة شرف من مهرجان المركز الكاثوليكي عام 1960، وجائزة الامتياز في التمثيل من مهرجان جمعية الفيلم سنة 1992، وحصل على المركز الثالث في استفتاء أحسن 100 فيلم مصري. ومن أشهر زوجاته عفاف شاكر أخت الفنانة شادية والفنانة ناهد شريف. اتوفي الفنان يوم 22 أغسطس 2011. استنوني في حلقة جديدة من شخصية مؤثرة مع مروة.